استهدوا بالله، استهدوا بالله، مش كده، استهدوا بالله. هي حياة الناس لا ده في ايديكم. يعني ايه هتديني تحويل لمستشفى تانية؟ ابويا بيموت ومش همشي من هنا لما تعالجوه. يا بيه أنا مقدر قلقكم، لكن الوضع معقد شوية. كيني في نزيف على المخ والعيان محتاج مقطعية ويتعرض على حد نيورو سيرجري ومحتاج سرير في الرعاية. انا مش فاهم انت بتقول ايه، بس اللي انا فاهمه ان انتوا بترموني للتهلكة. يعني ايه اخرج من هنا وابويا وميت مني في الطريق؟ الحالة هتخرج في إسعاف وعلى مسؤوليتنا إحنا. وأنت يا دكتور شادي أنا عايزك في كلمتين صغيرين. حاول تمتص غضب الناس على قد ما تقدر، ولو زودوها يا سيدي عندك الشرطة بقى اتصل بيها. وبعدين إيه نيورو سيرجري دي؟ أنت بتتكلم أجنبي يا ابني؟ كلم الناس باللي يفهموه وامشي معاهم واحدة واحدة. وحتى لو العيان بتاعهم مات قدر الناس برضو وقول لهم هنعمل اللازم وزيادة، ودخلوا على جهاز الصدمات ولا اعمل أي حاجة. اللي حصل ده يا دكتور شادي أرجو ما يتكررش تاني. بهدوء لو سمحتوا، والإسعاف دقايق وتكون هنا. مش تخلي بالك طويل يا ابني شوية؟ لازمته بس الخناق والبهدلة اللي احنا فيها. ما كفاية يا ابني اللي احنا فيه. اعمل ايه بس ياما؟ سبت الورشة وجيت أول ما اتصلتوا بيا. سبت الورشة بس جبت معايا عيشتي مبهدلة بره وتعليمي اللي على قده. أنا بطاريتي فاضية ياما، ما عنديش استعداد أي دكتور يحملني فوق طاقتي ويقول له خد أبوك لف بيه بره عن المستشفيات. أنا ما صدقت جيت ياما، جاي بره من حرب المعيشة، حرب العيشة واللي عايشينها، جاي وجايب هدومه معايا ياما. ساعات الدكتور يا ابني بيعاملنا كأننا حالة، رقم، مش ناس من لحم ودم، خايفين على اللي معانا. إن شاء الله حتى يركب له كانيولا أو محلول لو لزم الأمر، يكشف، يطمنا، أي حاجة يا ابني تحسسنا أو تعرفنا إنه شايفنا. يمكن يا ست الكل أكون غلطان، وإن كان الدكتور عذره معاه زحمة وحالات وناس، بس برضه ده شغله، واللي لا يمكن أنساه أبداً لما كنت صغير والدكتور اللي جبس لي رجلي غلط ولحد النهاردة بعرج عليه. فبقيت بتعامل مع الدكاترة لحد النهاردة وأنا مش ناسي التجربة السيئة اللي فاتت دي ولسه مأثرة فيه. ياه ياما، اللي ضايقني أكتر يا ست الكل إن الدكتور بيتكلم بيقول نيورو سيرجري. أنا مش فاهم هو بيقول إيه ياما، ولا عارف يعني إيه رنين ولا إيه نزيف. طب يحاول يفهمني أو ياخدنا على قد عقلي، يمشي معايا واحدة واحدة